اللهم مع أنفاس هذا الصباح لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب فينا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، ولا تشمت بنا الأعداء، وادفع عنا يا الله بقدرتك المحن والبلاء. اللهم آمين. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله روتين مختلف. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. لو عجبكم طبعا الفيديو ما تنسونش بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا احنا كنا عاملين القطة دي مع بعض قبل كده. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يشوفه. طبعا كنت عامله السرير زي ما انتم شايفين كده، بس الحته دي ضيقه جامد، فكان بينزل مني حاجات وكده تجع يعني ما بين السرير دي والسرير دي، فمش كنت بعرف املك امد ايدي اجيبها او كده. كنت لازم اشيل المرتبه واشيل الالواح اللي هي على المرتبه ديت، وبعد كده اجيب الحاج. حتى المكنسه ما كنتش بعرف امد البوز بتاع المكنسه كده اللي هو الرفيع ده، اشفط او كده الحاجه اللي بتيجي حواليه. عايزه اقول لكم ان انا لقيت كميه كبيره من الحاجات، بس شلت يعني الورق والاكياس وكل الحاجات دي. ولقيت معالق، ولقيت زي ما انتم شايفين غطيان الجزايز، ولقيت حاجات ياما. بس طبعا ارجع كل حاجه لمكانها عشان اعرف انظف الحاجه حلو واظبط الحاجه حلو. هنا مش كنت بعرف اتحكم خالص، حتى اشد السرير مش كنت بعرف خالص. هنا خلاص كنت رجعت السرير كده زي ما انتم شايفين، ومسكت كنيستي ولماح كده الأوضة. هي طبعا الأول كانت موسعة له الأوضة وكانت مخليها لي حلو. بس هعمل ايه بقى، طبعا لازم يقع منك حاجات او كده. وكان برضو الريموت بتاع التلفزيون على طول يقع ما بين الحتة دي، فكنت بتعذب يعني على ما بطلع الحاجة اللي هي بتقع تحت. فانا رجعت كل كده يعني كل حاجة زي ما هي. برغم ان الأوضة دي كنا قعدتنا كلها فيها واكلنا وشربنا وكل قعدتنا فيه. بس كده احسن برضو، عشان خاطر لو في ورقة ولا حاجة اقوم شادة السرير على طول وكنسة تحته. خلاص هنا خلاص رجعت كل حاجة للمكان بتاعها، ومسكت طبعا كنست ومسحته ورصيت كده الالواح بعد ما شمستها حلو. كانت الشموسة الشمسي وما حلوة يعني. شمست كل الحاجات دي بره في البرندة، وطلعت برضو المراتب ربع ساعة بالظبط. دايرتها من هنا ومن هنا وقمت مطلعها. انا ما غبتش يعني، انا حطيتها مسافة ما رجعت السرير وكنسته ومسحتها على طول وقمت مدخلها على طول. طبعا لازم تفرشي كده تحت المراتب، لازم تفرشي اي حاجه كده عشان ما تبوظش معاكي المراتب. كيسه عندك، بتاع زي ما انت شايفه كده، بتاع التلاجة، بتاعت غساله، اي حاجه عندك لازم تفرشي كده على الواق. اي حاجه لو ما عندك ملايه قديمه حطها تحت كده وافردي عليها ال المراتب زي ما انت شايفه كده. بس هنا خلاص طبعا هفرش بقى الفرشة بتاعتهم. انا هفرش نفس الفرشة لان بصراحة كانت نظيفة، ما كانتش لها حاجة تتوسخ ولا حاجة. هفرشها برضو عليهم. ومسكت برضو الحيطان دي، مسكتها نضفتها برضو. طبعا زي ما انتوا شايفين الاوضه نظيفه خالص زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. كده بقى اسهل لي امسك السرير اقوم شده على طول وكنسه تحته، ابقى حاسه ان انا بنضف. انما الاول ما كنتش حاسه ان انا بنضف، وكانت السجاده كانت تحتها. فمش كنت بعرف اقدر ان انا اشيل السجاده ولا كده، كنت لازم عشان اشيل السجاده. انا شلتها مره واحده بس، كنت بتعذب، وكان لازم جوزي يعمل معايا يشيل معايا السجاده ويشيل السرير وكل ده كنا بنشيله عشان خاطر اطلع السجاده. انما هنا احسن بقى. بس هنا خلاص طبعا فرشت الفرشة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كانت نظيفة وكل حاجة. وهجيب برضو البطاطين من برا. السجاد بتاع الأوضة دي كان نضيف وكل حاجة، وكنت مطلعاها برضو، كنت ملفاه وحطاه في جنب لما فرشه. همسك بقى السجاد ده افرشه واشفطه برضو بالمكنسة. طبعا انا ما فضتش الدولاب ولا اي حاجه من دي. انا كنت زق الدولاب على طول، ما فضتهوش ولا حاجه. طبعا الدولاب الاطفال بيكون خفيف، فبزقه على طول كده، مش بياخد منه وقت ولا حاجه. زي ما انتم شايفين. عايزه برضه رايكم كده ولا الاول؟ طبعا انا عارفه ان الاول يعني كان حلو وما كانش وحش، وكان موسع معايا الأوضة كده. هنا خلاص خلصت الاوضه. وبرضه كنت عملت الغدا في ريحي وانا بشتغل يعني في الاوضه كده. ومسكت برضه الشقه، مسكتها بحالها بالمكنسه وكنستها.
وعملت الغدا زي ما انتوا شايفينه كده. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. لو عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسونوش باللايك. الفراخ دي طعمها رهيب، ان شاء الله بعملها لها في فيديو تاني لوحده. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.